بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، سريعا برضو سهم العرفة للمنسوجات زي ما انت شايفه، هو سهم دولاري. عمل قمة رئيسية $1.25، وبعدين نزل هنا حدود 30 سنت وارتفع تاني لحدود 64، بعدين عمل القارة اللي انت شايفها ديت لحد 15 سنت. طيب خلينا ناخد الطريقة بتاعتنا اللي هي القمة والقاع 15 سنت، واقول له ايه بقى؟ اقول له هات النيجاتيف. قال لي خلي بالك اول حته هيطلع لها اللي هي 27 سنت باستهداف ال 27 سنت، والثبات فوقها يبقى ان شاء الله يتجه ل 43 سنت، ثم كالعادة محطة ويلعب ما بين المحطتين، وبعدين يخترق إن كان هيخترق ويطلع لحدود ال 52 سنت ثم ال 70، ثم عش الضبير اللسعة 82 ويرد تاني. في بعض الأسهم بتشتغل بس على القاعين دول اللي هي بالعملية العكسية، ركز معايا. طيب تعالى بقى نقول أنا هشتغل إزاي. في بداية المحطة الأولى باخد القاع لوحده، ولما باخد القاع لوحده بنقول إيه؟ بنقول اللي ما ينفعش يشتغل على التريد الرابع، وبربطه بالمحطة الأولى هنا اللي هي في مربع البيع في حالة كسر القمة السابقة، يفضل يشتغل بينهم إلى أن يتجه للتريد الثالث مباشرة، وبثباته في التريد الثالث يحقق لي الثلاث أهداف أو أي واحد من الثلاثة الأولانيين. ربما في حالة الاختراق ويحصل مفاجآت يقفل لي البرنامج. إزاي؟ بالطريقة دي. ما ينفعش ينزل يشتغل هنا عشان هينزل بقى في خانة السنتات، وبيتربط بالهدف الاولاني هنا ان هو 20 سنت، وفي حالة اختراق ال 20 سنت يوصل ل 30 سنت مرورا بال 23، ولكن معانا محطات زي ما انت شايف. تعال نشوف الراجل ده عمل ايه. هنا ده على المنصلي، لو فتحنا كده شوية على الديلي فين قاعه 15 سنت، طلع الراجل عمل لنا كتر الف خيره 19 سنت 20 سنت زي ما انت شايف، وده ونزل لحدود ال 18 واغلق 19، يعني اول هدف عمل 20 سنت. يعني الراجل ده ماشي معانا بالاحترام وبالادب. اول هدف 20 سنت زي ما انت شايف، وقفل 19، وبعدين عرض وعمل حاجه زي شبه ايه مغرفه على قده عشان هو شغال بالسنتات، حدود 17 سنت، وبعدين طلع تاني زي ما انت شايف 19 شغال تحت ايه؟ تحت الهدف الاولاني، الى ان هوب نط واخترقه وعمل ال20. لسه ما اخترقش، هيخترق اخترق خلاص. طب النهاية عمل لنا كام؟ عمل لنا 23 زي ما انت شايف هاي وله 22. الراجل ده محترم قوي، ماشي معانا بالسنت 23 سنت زي ما انت شايفها الهدف التاني. اذا خلاص هيشتغل بين الهدف التاني والهدف الاولاني، ما يقدرش بقى ينزل ويكسر تاني، ولو في حالة كسر يطلع ويرتد بسرعة ويقف تاني عند ال20 سنت. طيب عمل لنا كام؟ وصلنا احنا قلنا 23 سنت زي ما انت شايفها، وبعدين سقط منها تاني بسقطة شمعة هنا كده. ركز كده، شايف الشمعة نازلة لحد فين؟ ال20 سنت بالتمام والكمام، ويعني اوبن وفتح واغلاق على نفس ال20 سنت، وفي النهاية طلع شغال عند ال 23 سنت. طيب اهو من ال 23 نزل ل 20 وشغال عند ال 23، يعني بالحفاظ على ال 23 والثبات، فهو لسه ما ثبتش فوق، يبقى يدينا 30 سنت. اذا الراجل ده ماشي معانا باحترام قوي وحاجه جميله قوي. طيب هنعمل ايه تاني؟ ركز كده، حتى الان لا يوجد قمم عشان اقدر اقول ايه اللي هيحصل، لكن انا شفت ان العرفه مش هنقدر نديله اكتر من كده الا لو خدنا عمليه عكسيه قريبه شويه، وليكن منطقه ايه دي؟ منطقه 30 اللي احنا اتكلمنا فيها. اذا ليس لها اي داعي، ولكن انا شايف ان العرفة على وشك التحرك
ان شاء الله باذن الله، خاصه ان هو بيشتغل هنا من ضمن الاسهم اللي تقريبا لسه يعني ما اشتغلتش، على وشك التحرك. ان شاء الله ممكن يخترق ال 30 ويطلع فوق ال 30 باذن الله. واتمنى انه الشرح يكون وافي في الخمس دقائق 10 دقائق دول. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.